اهلا بيكم. النهارده هنتكلم ازاي تحول شاشتك العاديه لشاشه سمارت بطريقه سهله جدا، وفي نفس الوقت تقدر تشغل برامج الاي بي تي في. يلا بينا نتفرج على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهارده هنعمله عن التي في بوكس. للناس اللي ما تعرفش التي في بوكس هو جهاز او حاجه شبه الريسيفر. ودي افضل طريقه ان احنا نحول الشاشه العاديه لشاشه سمارت، او بمعنى اصح الشاشه اندرويد. نقدر ننزل عليها البرامج اللي احنا عايزينها، نشغل عليه برامج الاي تي في، ننزل عليه العاب. يعني استخداماته كتيره بصراحه لا غنى عنه. هنا معانا النهارده نوع التي في بوكس اللي احنا هنتكلم عنه، تي اكس 3 ميني. زي ما احنا شايفين هنا مكتوب اندرويد ميني بي سي. بصراحة يعني سعره على سوق دوت كوم حوالي 180 ريال. هنفتح مع بعض هنا الجهاز ونشوفه. ده الجهاز. هنفتح الكرتونة ونشوف بيجي معاها ايه. ده ادابتور كهرباء زي ما احنا شايفينه. وصلة اتش دي. الريموت. الريموت بسيط جدا، يعني أزراره بسيطة زي ما احنا شايفين هنا. زي ما احنا شايفين كله بالإنجليزي. طريقة توصيله. نرجع للجهاز نشوفه. زي ما احنا قلنا نوع الجهاز تي اكس 3 ميني. بصراحة خامة الجهاز حلوة جدا، حجمه صغير. طبعا صناعة صينية، ميدن شاينا. الموديل تي اكس 3 ميني ايه. زي ما احنا شايفين هنا ديت شاشة ديجيتال بتوضح لنا الساعة او التاريخ او القناة اللي احنا واقفين عليها. بتوضح لنا المعلومات بتاعت الجهاز كله. هنشوف الجنب التاني هنا. هنا عبارة عن مدخل الكارت ميموري، بحيث ان احنا لو معانا كارت ميموري عليه حاجة عايزين نتفرج عليها بنركبها هنا عادي خالص. اتنين يو اس بي. طبعا ميزة اليو اس بي هنا عشان اللي هنوصل كيبورد، هنوصل ماوس، هنوصل فلاشة، اكتر من حاجة يعني ليها استخدامات كتير جدا. الجنب التاني هنا معانا المكان دخل الكهرباء الادابتور. هنا هو مكان وصلة ال HD توصيل بالتلفزيون. هنا اللان عشان لو هنوصل هنوصل التي في بوكس بالسلك النت. طبعا التي في بوكس اللي معانا النهارده ده ميزته ان احنا ممكن نوصله عن طريق وصلة النت السلك، او عن طريق الواي فاي. بصراحة دي ميزة حلوة جدا فيه. هنا طبعا امكانيات الجهاز هنا ان الجهاز بيجي باندرويد 7.1. الرامات بتاعته 2 جيجا. المساحة بتاعته 16 جيجا. البروسيسور بتاعه كورتكس A 53 كواد كور. يعني سرعته كويسة مقبولة يعني الحمد لله. وإن شاء الله بإذن الله هنعمل لكم تجربة ليه برضو بعد ما نشغله على التلفزيون، وإزاي ممكن نستفاد منه بتحويل الشاشة العادية لشاشة سمارت. طبعا أهم ميزة زي ما احنا قلنا في أول فيديو، أهم ميزة في التي في بوكس إن احنا ممكن نشغل عليه الاي بي تي في. في برامج كتير اي بي تي في، منها المدفوع منها المجاني. كله طبعا يشتغل معانا على الجهاز، ونقدر نشوف القنوات المشفرة كلها زي البي ان او سي ان. وليه استخدامات كتير جدا. وان شاء الله هنعمل لكم فيديو بعد ما نشغله على الشاشة ويعجبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.